بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا جئتكم معزيا، بقالي كتير ما جيتش بورسعيد. كان يعز على الواحد انه اول ما يجي بورسعيد بعد مدة طويلة يأتيها في هذا الظرف، لكن وجدت أقدامي يعني تأتي إليكم مسرعا. لا أجد غير أن أنا أشعر بما تشعرون به. أنا حاسس بيكم يا أخوان، أنا حاسس بيكم، حاسس بأمهاتنا اللي قاعدين الناحية التانية، حاسس بيك يا أمي وحاسس بإحساسك، وعارف يعني إيه فقد الولد. أنا حاسس بآبائنا اللي موجودين هنا، أنا حاسس بألمكم، أنا حاسس بسنين طويلة قبل الثورة حسيتوا فيها بالقهر. أنا حاسس بتضييق طويل حصل عليكم. أنا حاسس بيكم وأنتوا حاسين إن بورسعيد دي هي اللي دفعت عن مصر سنين طويلة، وشعوركم إن بورسعيد تستحق كتير وكتير وكتير. أنا كمصري من مواليد 5/9/67 أنا مدين ليكم، أنا مدين لبورسعيد، مش بمزاجي غصب عني، أنا مدين ليكم علشان أبوك هو اللي حماية، وجدي وأبويا. من غيرك يا بورسعيدي الله أعلم كان هيبقى مستقبلنا إيه. كان ممكن أكون أنا مت ومش موجود على وجه الأرض. فأنا جاي النهاردة لأن أنا في رقبتي دين ليكم، دين بقاله سنين طويلة. ذاكرة مصر لسه كان يعني أخونا الكبير الأخ محسن نعمان لسه كان بيقول ذاكرة مصر ما تنفعش يتشال منها كلمة تاريخ بورسعيد. أنا حاسس بيكم، أنا حاسس بقهرة قلب حضرتك، أنا حاسس بقهرة قلبك. وأنا الحقيقة مش جاي أقول كلام سياسي، مش شغلتي، إنما أنا جاي أكلم الأمهات، أنا جاي أكلم أمي اللي قاعدة هناك، وجاي أكلم البورسعيدي اللي قاعد هنا اللي قلبه موجوع، وجاي أكلم رسالة إيمانية ربانية. ما عنديش كلام تاني أقوله، معلش الظرف صعب على كل مصر، لكن اللي أنا متأكد منه إن الناس اللي ماتوا دول الإله رحيم سبحانه وتعالى. الإله رحيم، الله رحيم يا أخوانا، والله يسمع ويرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ هو ما يعرفش أن الله سبحانه وتعالى يرى؟ أنا لو عندي رسالة عايز أقولها للأمهات، وإذا نقول يتحرك بيمشي ولا إذا نقول إن أنا عايز أكلم الأمهات، أنا عايز أكلم أمهاتنا اللي موجودين. ولو في حاجة عايز أقولها لكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا 4 حاجات توصل للميت في قبره، 4 حاجات تصل إلى الميت في قبره: الصدقة والدعاء والحج والعمرة والقرآن. أنا شايفك بتعيطي وحاسس بيكي، والله حاسس بيكي، وحاسس بيكي كأن يعني ابني. لكن اللي أنا أقدر أقوله لك، طول ما أنت بتسبحي 4 حاجات تصل إلى الميت في قبره، ويعرف مين اللي بعتها ويفرح بيها ويتنقل بيها من حال إلى حال. اسمعيني يا أمي الله يخليكي، 4 حاجات تصل إلى الميت في قبره، ويعرف مين اللي بعتها ويفرح بيها ويتنقل بيها. فلو هو من أهل الجنة يعلى ويعلى ويعلى، ولو ربنا عنده شوية أخطاء ولا ذنوب يرحم ويسامح. الصدقة والدعاء والحج والعمرة موصولة. طلعي طاقة الألم
اللي جواكي حسنات ليه. طلعي طاقة الألم اللي جواكي. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارضى عنه. يعرف ويعرف ان انت اللي بعته، يعرف ان انت اللي بعته، ويفرح ويتنقل بيها من حال الى حال. دلوقتي انت حضرتك بتبكي، قولي كده، قولي معايا بس: يا رب ارحمه واغفر له. والله عرف بيها، والله عرف بيها، وعرف ان انت اللي بعتاها. وان شاء الله شهداء عند الله سبحانه وتعالى، شهداء عند الله سبحانه وتعالى، شهداء عند الله سبحانه وتعالى. تفرحي بيهم يوم القيامة وتجتمعي لهم في الجنة، ويتكتب لك بصبرك قصر في الجنة. والله ما كنت هتدخليه لولا الموتى، ولولا الوقت اللي هو مات فيه، ولولا السن اللي مات فيه. انت وهو تيجوا يوم القيامة يقول لك رب العالمين: انت كنت زعلانة؟ ده انت وابنك في اعلى عليين في الجنة، ادخلوا الجنة بسلام. ما كنت هتوصل لها لولا الحدث الصعب. بس والله الدنيا ما تسوي حاجة. كل اللي في القاعة دول ماشيين، كله ماشي. انت يا ستي كله مروح، كلنا ماشيين. هي بس شوية سنين وكله هيمشي، ومش هيبقى إلا ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. يا أهل بورسعيد، يا أمهاتنا، ابعتي له حسنات. اصبروا أهل بورسعيد كلكم، اصبروا. أصل الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، إن الله يحب الصابرين. ينصركم ويفتح عليكم ويعزكم. ولو ليك حق الطالب بحقك، بس بينك وبين الله الرسالة اللي أنا جاي لك بيها: أنت مع الله. أيها البورسعيدي، أنت مع الله. هذه أيام إرسال حسنات لمن مات.